لقد انتهى عصر وزمن الموسيقار المزيف، وبدأ عصر وزمن الموسيقار والبروفيسور الحقيقي وهو إمام عاشور. وجمهور النادي الاهلي بيرفع شعار يحصر عليك يا اللي في بالي، لا تلت امام ولا تهامي. وطبعا يقصدوا هنا تهامي باحمد سيد زيزو اللي رسميا في شهر يناير المقبل احمد سيد زيزو لاعبا لنادي الشباب السعودي. ولكن ده مش موضوعنا، انا جاي اكلمك عن الحلويات والقطايف واللطايف على راي الكابتن والمعلق الكبير ايمن الكاش اللي قدمها امام عاشور في مباراه سانت جورج في بطوله دوري ابطال افريقيا. حرفيا امام عاشور كان بيقدم قطايف ولطايف واسيستات، اي حد بيلمحه بيديله اسيست. حسين الشحات عايز اسيست، خد يا حسين. ميسي تاو، خد يا تاو. علي معلول، جريستو، اي حد بيلمحه في الملعب بيديله يعمله اسيست. غير طبعا الكوره اللي جابها في العارضه، يعتبر افضل لاعب في المباراه من وجهه نظره، على ما اعتقد حصل على جائزه افضل لاعب في المباراه او تقريبا حسين الشحات. ولكن تاني لاعب، لو حسين الشحات حصل على جائزه افضل لاعب في المباراه، فتاني لاعب من بعد حسين يستحق ان هو يحصل على الجائزه هو امام عاشور، هديه من هدايا طبعا الموسيقار المزيف اللي ذكرته لك طبعا في اول الفيديو. قلت لك احنا حاليا في زمن وعصر الموسيقار والبروفيسور الحقيقي امام عاشور. طبعا اثبت نفسه من اول مباراه لعبها مع النادي الاهلي، بدايه من مباراه السوبر، طبعا التسديده القويه اللي عملها في مباراه اتحاد العاصمه والهدف الملغي، واللي طبعا من وجهه نظري صحيح بنسبه 100% احرزه الكهرباء. وايضا تالقه امام المصري البورسعيدي وعمل 2 اسيست في هذه المباراه، والثالث مباراه على التوالي بيقدم مباراه كبيره للغايه. لو تفتكر تعليق الكابتن مدحت شلبي على كره عمرو السوليه في الزمالك، النهارده امام عاشور بيعملها مع النادي الاهلي. حرفيا لغايه دلوقتي الواحد مش مستوعب، مش ان امام عاشور انتقل من الزمالك للنادي الاهلي، ان ده ما يستحقش 2 مليون و600 الف دولار، ده يستحق 4 مليون و600 الف دولار. حرفيا عمل كل حاجه في الكوره في مباراه سانت جورج الفريق الاثيوبي، وساهم في الهدف الاول العالمي اللي احرزه حسين الشحات، واللي ايضا قدم مباراه كبيره للغايه، احرز هدف عالمي طبعا لم الفريق بتاع سانت جورج اللي طبعا ما اعرفش ازاي بيلعب في هذه البطوله، وركن الكوره في البعيده، وايضا استلامه عالميه واسيست من كهربا اللي ما اعرفش ماله النهارده، لازم عشان يجيب هدف يضيع اكتر من 50 فرصه. يمكن بصمه كهربا الوحيده في مباراه سانت جورج انه عمل اسيست لحسين الشحات واستلامه تدرس في كتب التاريخ. وطبعا حسين الشحات كالعاده بيحطها في البعيده، والهدف الثالث احمد عبد القادر في وسط 4 لعيبه بيحط وبيحرز هدف عالمي. ولكن مش عايزك تغفل ولا تنسى الدور المهم اللي بيعمله امام عاشور على ارضيه الميدان، سواء بتقديمه الواجبات الدفاعيه والهجوميه، حرفيا بيعمل كل حاجه في الكوره. عايز اقول لك كمان ان امام عاشور ما وصلش ل 50% من فورمته، اللاعب ما بيلعبش بقاله اكتر من 5 شهور من ساعه طبعا رحيله على نادي ميتلاند الدنماركي، ودي تعتبر ثالث مباراه رسميه لامام عاشور مع النادي الاهلي. لسه بيستعد لياقته البدنيه، لسه بيستعد فورمته الحقيقيه، لسه ما وصلتش لنسبه 100%. فانت لسه هتشوف اكتر كمان وكمان اداء ولا اجمل ولا اروع وقطايف وحلويات حرفيا من امام عاشور. لاعب لمسته على الكوره يحببك في كره القدم، وكالعاده تعتبر الثلاثيه رقم 50 او 400 مع مارسيل كولر المدرب السويسري الجديد على النادي الاهلي تحت قياده المدرب العبقري مارسيل كولر، ان هو يفوز بثلاثيه سواء في الدوري او في دوري ابطال افريقيا. اصبحنا معتادين بشكل كبير جدا على ان النادي الاهلي يفوز بثلاثيه او رباعيه، يعني تحس كده ان مارسيل كولر بيألف في الرباعيه والثلاثيه ما بين دوري ابطال افريقيا والدوري المصري، 4 هنا و3 هنا، والمره الجايه احتمال يفاجئك بخماسيه وثلاثيه. امام عاشور حرفيا اثبت للجميع ان هو لاعب كبير، وكل من قلل طبعا في اداء، واكتر ناس كانت شمتانه فيه بعد ما النادي الاهلي خسر مباراه السوبر هو جمهور نادي الزمالك، اللي طبعا وصف امام عاشور ان هو وشه نحس وفقر على النادي الاهلي، وعارفين ومتاكدين ان هو جاي من نادي فار مع احترامي لنادي الزمالك اللي بيشح بطولات بقاله اكتر من 10 سنوات، وطبعا هم عارفين ومعترفين بحاجه زي كده. وطبعا اكتر ناس اتريقت عليه لما خسر مباراه السوبر ان هو طبعا ان هو كان فقر على النادي الاهلي، ولكن مع الوقت ومرور الايام دخوله في مباريات واجواء النادي الاهلي شايف امام عاشور بيقدم حلويات ولطايف وبيعمل اسيستات تدرس في كتب التاريخ. فعلا الموسيقار يستحق مننا شهاده واحده فقط، ان هو ادانا هديتين، كهربا وامام عاشور، وبالاكثر صفقه امام عاشور يعتبر انجح صفقه من الصفقات اللي عملها النادي الاهلي في الانتقالات الحاليه، طبعا بخلاف موديست لسه ما نقدرش نقيمه دلوقتي، وايضا رضا سليم اللي طبعا هو وموديست كانوا ممنوعين ان هم يلعبوا مباراه اليوم او مباراه سانت جورج بسبب طبعا ان هم مش متقيدين في القائمه الافريقيه. في نهايه المطاف عاش امام عاشور وعيله امام عاشور، مستنيين منك مستوى اعلى وافضل من كده كمان.